صباح الخير، عاملين ايه؟ كانت احلى عزومه لاحلى اخوات في الدنيا، ربنا يخليهم ليا وما يحرمنيش منهم ابدا ابدا يا رب. بصوا بقى. جبت بقى الكبه وجبت حبه بصل كتير كده، قطعتهم وقطعت طماطمتين. وحطيتهم فيها وهضربهم كويس في الكبه، عشان انا عايزاهم ناعمين قوي، يعني انا عايزه انعم الطماطم والبصل قوي. فهضرب البصل الاول، وبعد كده هقوم جايه ايه مقطعه عليه الطماطم. او هنا كنت قطعت الطماطم خلاص وحطيتها. تمام، وخلاص بدأ هنا ان هو ينعم. الاكل كان طعمه حلو قوي طبعا في وسط اللمه، واخواتي معايا وولادهم وانا بحبهم جدا، ربنا يخليهم ليا يا رب ويخلينا لبعض وما يحرمناش من بعض ابدا. هنا بقى طلعت بقى الخلطه دي كلها من الكبه، وهحط عليها ملح، وهبشر عليها رشه جوز الطيب كده. تمام. واقوم جايه حاطه عليها معلقه صغيره فلفل اسود، وهقلبها كويس قوي لحد ما المكونات كلها تتقلب مع بعض. هنا بقى بعدت جبت فراخ وعملت لهم فراخ وكده في الفرن، هما بيحبوا الفراخ مني قوي. والاكل كان عاجبهم وكان طعمه حلو اصلا. فجبت بقى الفراخ، طبعا شرحت الوراك والصدور علشان الخلطة والتتبيلة، اهو كده شرحتهم عشان الخلطة والتتبيلة كلها تدخل جوا بعض. سوري، الخلطة تدخل في اللحم من جوه. انا كنت مشرحة كله، بس الورك دوت ما لقيتهوش متشرح فعدت عليه تاني يعني. هرص بقى الصينية كلها الفراخ الفراخ، وبعد كده احطها على النار الاول لما تستوي. اهو بصوا انا مشرحة الصدر ازاي. هرص الفراخ كلها في الصينية، واحطها بعد كده على النار تستوي خالص، وبعد كده اقوم جايه نقلها بقى تحت الشوايه. تاخد بقى لون كده، تتحمر، بتبقى طعمها حلو قوي، بتبقى زي المشويه يعني. خلاص كده كنت خلصت الصينيه خلاص، اخر حته دي اللي في ايدي. تمام. بصوا بقى، هنا انا لقيت جيب كده في الصدر بتاع الفرخه، فروحت جايه حشياه من نفس الخلطه برضو، يديها طعم كده حلو. تمام. خلاص كده خلصت. بصوا بقى انا هعمل ايه دلوقتي. انا هجيب حبة من الخلطة واحطهم على الفراخ من فوق، يعني من على الوش كده. اقوم جايه حاطه بقى من الخلطة ديت، علشان تبقى الفراخ كده شبعانة منها وتبقى طعمها حلو يعني. طبعا باقي الخلطة دي انا مش هرميها، انا بحطها في كيسة وبحطها في الفريزر لما باجي اعمل فراخ مرة تانية، اقوم جايه مطلعاها ومتبلة بيها، يعني تبقى جاهزة عندي. تمام كده خلصتها خلاص. هحكم بقى الصينية كويس قوي بورق الفويل، علشان تستوي كويس وكده، وما تخرجش البخار اللي فيها ولا تطلع السوائل منها، عشان انا مش عايزه السوائل بتاعتها هتفقدها خالص. انا مش هحط لها ميه ومش هحط لها اي ماده دهنيه، هي هتستوي كده منها فيها، هتنزل ميتها وهتنزل الدهون بتاعتها وكل حاجه، وتستوي منها فيها. هنا جبت معلقه سمنه فلاحي، وجبت حله كده متوسطه، وحطيت فيها معلقه. دي برضو كانت معلقه من الخلطه اللي انا كنت عاملاها. وهحطها فيها اللي هي البصل وعلى الطماطم. هحط فيها احطها على السمنه وكده، اخليها تتحمر كويس. تمام. هنا خلاص هي كانت اتحمرت. بصوا بقى شكلها عامل ازاي. وهقوم جايه بقى نازله بقى بالفاصوليا الخضراء، ادي فاصوليا تشويحه كده حلوه مع البصل بالطماطم دوت. على فكره ممكن اللي مش عايز يحط طماطم مع البصل ما يحطش، بس انا قلت بالمره يعني تتبيله كلها كده مع بعضها، اخدت منها شويه. تمام. اهو هقلبها كويس. هنا لقيت بقى حتة واحدة فاصولياية كده على بعضها، فرحت جاية مقطعاها. على فكرة ان الفاصوليا ديت انا كنت مفرزاها، يعني انا مش جايباها طازة لسه، دي كانت متفرزة. تمام. كنت بقى عاملة طماطم وكده اللي انا خزنت منها، كانت حلوة قوي. رحت جاية واخدة بقى منها كده حبة، واحطهم عليها، وبعد كده هزود بقى مية. هزود حوالي كوباية مية كده، علشان بس تسوي الفاصوليا. وهحط معلقتين صلصة كده. خلاص الصلصة هنزل بقى عليها بالمية بعد كده، اهوت كده كوباية.
والكوباية التانية بقى ايه حطيتها برضو، بس كنت كل ما الاقيها مثلا شربت الصلصة بتاعتها كنت ازود لها حبة يعني. وديت معلقة توم كده مفروم حطيتها عليه، برضو التوم بيدي للفاصوليا ريحة وطعم حلو، اللي عايز طبعا يحط عليها فلفل يحط. بس انا ما حبيتش احط فلفل سبايسي علشان الاطفال الصغيرة وكده مش هيعرفوا ياكلوا. وبعد كده حطيت عليها بقى الفلفل الاسمر والملح، وسبتها كده على النار ايه تستوى مع نفسها. طبعا كانت خلاص بقى الفراخ كده داخلة في السوا، وقلت بقى ايه اعمل بقى الرز عشان كان وراهم سفر وكده، كانوا مسافرين كنت عايزة انجز في الاكل يعني. وعملت لهم بقى رز بالشعرية. والله يا جماعة الاكل في اللمة بيبقى ليه طعم تاني يعني، بيبقى طعمه حلو قوي قوي. هنا الشعرية بقى سبتها تتحمر تمام، وهنزل عليها كده بالمية علشان انا مكنتش لسه غسلت الرز. هغسل بقى الرز واجي بقى ايه اسقطه في المية بتاعت الشعرية. خلاص كده نزلت الرز، وهسيب بقى برضو الرز يتشرب والفراخ كانت اتعملت. هحطها بقى في الفرن وهتطلع متحمرة بالشكل ده، وكان طعمها تحفة. بألف هنا وشفا عليهم، يا رب تجربوا طريقتي وتعجبكم. لو أول مرة تشوفوني اضغطوا شير ولايك وسبسكرايب للقناة.